السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعين ومتتبعات قناة المعلمة. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي كنتمنى ينال الاستحسان ديالكم. هذا الفيديو هذا فيديو من الوصفات القديمة جدا، الوصفات المغربية طبعا، المغربية الأصيلة بدون منازع. هذا الفيديو هذا تحت الطلب ديال المتابعين ديالي، وخاصة تحت الطلب ديال عمو مغربي هو اللي كنطلبوا لي شحال هادي، وكنت وعدتو به، قلت له ان شاء الله دابا نديرو، وها انا درتو لك ان شاء الله. نتمنى ينال الاستحسان ديالك. هنايا عندنا كباب، هو هذا بحال اللي كيعرف الجميع، كباب سواء ديال الغنم ولا ديال البقر. وبما ان مناسبة عيد الاضحى على الابواب ان شاء الله باذن الله، حنايا فضلنا نديروها لكم قبل، باش ان شاء الله اللي يكون عنده الكبش وبغى يدير هاد الوصفه هادي يديرها. هاد كباب مغدور بحال اللي كيعرف الجميع. هنايا عندنا المعدنوس، عندنا البصله، عندنا التوابل، وعندنا عاد البقيه. قديم الزمان شنو كانوا كيديروا كباب كيتغداو به، كيبقى لهم شويه من مور يديهم. من طبيعه الحال ما كياكلوش كله، لا غدا كيديروا هاد الكباب مغدور. هاد الكباب هذا كيغدروه بواحد الطريقه واحده اخرى، وكيديروه طويجن وكيتغداو به جميع افراد الاسره. غادي نقولوا بسم الله، وغادي نبداو معكم الوصفه وحنا كنهضروا وكنتكلموا. غادي نديروا اولا غادي نديروا البصل، غادي نديروا البصيله، ديروا بصيله متوسطه على حسب الكميه ديال اللحم اللي عندكم. حنا درنا بصله متوسطه، مع الاسف لقينا غير بصله خضاريه هي، وكان تكون ديك البصله اللي يابسه وصامته مزيان كتبقى باينه. هذه بحال الا كتذوب نهائيا، ما كتبقاش كتبان. غادي نديروا كميه ديال المعدنوس، المعدنوس من طبيعه الحال الا درتوه ما غاديش تخافوا منه، لان المعدنوس كيبقى دائما شي حاجه زوينه. غادي نديروا فلفله حمراء، معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء. غادي نديروا معلقه ديال الكمون كذلك، ما تكونش عامره بزاف بحال اللي كتشوفوا المتابعين. غادي نديروا شويه ديال الابزار، غير نص معلقه بحال اللي كتشوفوا. غادي نديروا ايضا القزبر يابس. وهذا القزبر يابس كيلدد اللحوم وكيدير فيها واحد الطيبه زوينه بزاف. القزبر يابس قبطناه ونقيناه من طبيعه الحال وطحناه على اليد. غادي نديروا 2 ضريسات ديال الثوم، بحال اللي قلت لكم من قبل بانه غادي على حسب سميتو، على حسب الكميه ديال اللحم. غادي نزيدوا شويه ديال الخرقوم، وغادي نديروا من طبيعه الحال المليحه على حسب الذوق، ولكن هي اي حاجه كان داكشي ديالها مضبوط كتجي زوينه. غادي نخلطوا هاد المقادير هادو، غادي تنوضوا في الصباح نخلطوا غير بيدينا من طبيعه الحال. غادي نخلطوا جميع المقادير المتابعين، وغادي نقبطوا ونغطيوهم ايضا بالسلوفان ونديروهم في الثلاجه، ولا نديروا من طبيعه الحال في الثلاجه، لان منين تنوضوا في الصباح كديروهم. الا كنتو غادي ديروها، الا كان كباب شايط راه من طبيعه الحال شارب التوابل ديالو. ايضا غادي نخليوهم واحد 3 ساعات على الاقل. اللي عنده الوقت وبغى يديرها في الليل باش يوجدها لغدا كيكون احسن، لان كل ما كباب شرب التوابل وكل ما تخلط مزيان وكل ما شرب ديك البصله وكل ما شرب داك الشيء كامل، الا وكيكون كيفتا وكيجي كيدوب بوحدو، ما تحتاجوش معاه صعوبات زعما في الطياب ولا مده طويله. هذا كيطيب دغيا. وهنايا غادي نقبطو نغطيوه ونخليوه حنايا في الصباح درناه، وغادي نخليوه واحد المده ديال 3 سوايع على الاقل، وهو في هاد الصلاديه هادي، ونغطيوه بالسلوفان باش ديك البصله وديك الثومه ما تلقناش الريحه ديالها في الثلاجه. وغادي نتلاقاو باش نكملوا المرحله الثانيه
ديال طياب ديال الكباب. كنعتذر منكم الا سمعتيو الصوت ديال الدراري ولا سمعتيو الضجيج، لان كاينين الوليدات صغار، داكشي باش يمكن تسمعوا الغوات ديال الدراري. ماشي مشكل المتابعين، راكم كتقبلوا عليا دائما. عادة ما كيكونش عندي الصوت، ولكن هاد النوبة هادي كاين الصوت ديال الأطفال. ماشي مشكل الأعزاء الغاليين اللي يخطيكم عليا، حنا غادي نخليوه بحال اللي قلت لكم، وغادي نتلاقاو إن شاء الله. ما تمشيو فين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بعد ما دوزنا 3 ديال الساعات. عندنا هنا طنجرة، من طبيعة الحال هاد الطنجرة راها ثقيلة وثقيلة بزاف المتابعين. بحال كتشوفوا هذه هي لا مارك ديالها ديال ألمانيا، معتبرة من أروع ما يكون. ديروا فيها الماكلة ما كتلصق لكمش نهائيا. غادي نديرو هنايا السمينة فقط، غادي نديرو شوية ديال السمن في الطنجرة ديالنا بحال اللي كتشوفوا المتابعين. غيديريه كامل. هاد السمن راه ما حارش، عندنا السمن جديد بحال اللي سبق لي قلت لكم. اللي غادي نديرو فوق هاد السمن هذا واحد طريطقه ديال الزعفران، طريطقه عرفتيوها ها نتوما، شويه ديال الزعفران الحر. وغادي نخليوها تذوب، لان هاد السمن والزعفران ملي كيذوبوا مع بعضياتهم كيطلقوا واحد الطيبه رائعه. اللي ما عندوش الزعفران ماشي مشكل، يدير داكشي اللي عنده. واللي ما عندوش السمن ايضا ما يدير الزبيده، يدير شويه ديال الزبده حيوانيه بحال اللي كتعرفوا دائما. ما ديروش غير مارغرين وماشي مشكل. هنايا غادي نديرو قبل ما تحرق، غادي نديرو الزيت. هذه زيت الزيتون من نوع جيد بحال اللي كتعرفوا، ما فيها لا ريحه ولا طيبه ولا والو. غادي نديرو البصله باش ما تضيعناش الزيت، لان الزيت ما كتبغيش تسخن. غادي نديرو بصله كبيره كامله ولا 2 بصلات متوسطين. وغادي نديرو هنايا مليحه فقط. غادي نديرو فوق هاد البصله هادي مليحه، ونتسناو هاد البصله حتى تطيح مزيان. هانتوما كتشوفوا المتابعين، نخلطوها ونعينوها تطيح مزيان، ونكملوا معكم الوصفه. مرحبا بكم كاملين كاملين. هانتوما المتابعات، هي ديال البصيله مازال كتشحر مع هاد السويته اللي درنا فيها. مازال تزيد طيح شويه باش نزيدو عليها اللحم. غادي لان بغيت نقول لكم هاد النقطه هادي، بزاف الناس اللي كيقولوا بانهم ملي كيشرملوا اللحم كيديروا معاه الزيت. لا، ما خصكمش ديروا معاه الزيت، باش داك اللحم كيتشرب جميع التوابل على خاطرو. خصوص خليناه مده طويله في ديك الشرموله. الزيت راه كدير بحال الحاجز، ما كتخليش التوابل يدخلوا للحم. من بعد ما شحرنا البصيله بحال اللي شتيوها هي هادي، هي طاحت. غادي نزيدو عليها اللحيمه اللي شرملنا. هانتوما كتشوفوا ما شاء الله حتى اللون ديالها تبدل بقوه العطريه اللي دخلت لها. هانتوما كتشوفوا المتابعين. درنا هنايا ديك اللحيمه، غادي نخلطوها مزيان. واللي كيكون شايط عنده مثلا كباب، انا غير غادي نعاود لها لكم من باب المعلومات. مثلا كيشاد كباب كتشاد فيه ديك البصيله هذيك، كينوضوا في الصباح كيديروا كويس داتي وكيديروه بهذه الطريقه هذه اللي درت لكم. كيقبطوا وكيتجمعوا عليه الاسره والعائله، ويحطوه بكباب مغدور في الصباح، وكيديروا له البيض. من تما كيديروا البيض. هنايا غادي نقول لكم هذه المعلومه هذه، اللي بغى يدير البيض يدير البيض، اللي ما بغاش يدير البيض كتبقى حريه شخصيه. ولكن كباب المغدور كيدار بالبيض، كباب المغدور حقيقي. كاين اللي يفقسلوا البيض فوق الطاجين، وكاين اللي كيطيب البيض بوحديته كيديروا فوق منه. وانتم غادي تشوفونا حنا الطريقه اللي غادي ندير لكم ان شاء الله. خليكم معنا ما تمشيو فين. بحال اللي شتيوها درناها هنا، ما غادي نديروا لها لا ما لا والو. غادي نغطيوها، ما غاديش نزيدوا الماء نهائيا المتابعين. غادي نغطيوها
ونقصوا العافيه المينيموم، ولا غادي نطيبوا على الفاخر. كتبقى هذيك الشهوه ديالكم. اما غادي نقصوا عليها النار، حيدي هذيك جريها باش يشوفوا، لا الطنجره هانتوما كتشوفوا النار منقوصه في المينيموم هكا. حنا غادي نديروا لها بحال هكا، وغادي نقصوها في الاتجاه الاخر بحال اللي غادي نطفيوها، ونخليوها هكا بحال الشميعه، نخليوها طيب على خاطرها حتى يولي اللحم كيتفرتت. ونتلاقاو باش نوريوكم شنو غادي نديرو في الاخر ان شاء الله. ولهلا يخطيكم عليا، ما تمشيو فينا الحباب العزاز الغالي. عزيزاتي اعزائي، كباب مغدور ديالنا هو وقف. شتو تبارك الله، ها نتوما قاع الطنجره ما لاصقه ما حتى شي حاجه، واللي ديالو طالعه فوق منه، والبصيله معلكه ومدغمره مشغل يديكم. دابا غادي نكملوا المرحله الثانيه اللي قلت لكم ديال البيض، وغادي نتلاقاو انا وياكم. ولكن انا البيض ما غاديش نديروه هنا في الطنجره، بالعكس غادي نديرو ان شاء الله بوحديتو، وغادي نتلاقاو في طبق التقديم. ما تمشيو فين، خليكم معايا المتابعات الغزالات. متابعات العزاز الغاليين، بعد ما طبنا الطاجين ديالنا ديال كباب مغدور، دابا ان شاء الله غادي نصبوه قدامكم. وبما انه طبق مغربي 100%، اكيد غادي نصبوه في طاجين السلاوي بحال اللي كيعرف الجميع. طاجين السلاوي اللي هو طاجين المغربي. هنا غادي نصبوه بسم الله. نتوما ممكن طيبوه من الاول ديالو، طيبوه في الطاجين، ولكن اللي بغات بحال دابا الطاجين عندها ما غاديش يهز هذيك الكميه اللي دارت كامله تبارك الله، ولا مثلا ما تقدرش ديرو فوق الفاخر ولا هذا، تقدر طيبوا بحال اللي درنا حنايا في الطنجره، بحال اللي شتيونا على المتابعين، وتصب هنايا قياسها اللي بغات هي ما عرفناها كانت بوحدها ولا هي والاسره ديالها. راني مغرفه. شوفوا المتابعين تبارك الله كيف دايره هاد البصيله هادي معلكه ومدغمره ومن ألد ما يكون، وتبارك الله واقف في دامه تبارك الله واقف في دامه. وهذه هي بحال اللي قلت لكم في اول الفيديو، الطريقه ديال زمان الزموني هي هذه الطريقه ديال كباب مغدور، هي هذه. حنايا غادي نصبوا غير القياس اللي محتاجين، والباقي ان شاء الله غادي نخليوه في الطنجره حتى من بعد، لان ما عندناش الغرض به. غادي تشوفوا هنايا المتابعات بحال اللي شتيو هنايا عندنا البيض طيبناه بوحدو، لان قلت لكم في الاول بانني ما غاديش نطيب البيض مع اللحم. غادي طيبنا البيض بوحدو، عاد غادي نديروه فوق هنايا. هانتوما بحال اللي كتشوفوا هزينا البيضات عوينات وكنديرهم فوق منه بحال هكا. ديروا البيض بحسب افراد الاسره ولا بحسب ما بغيتو نتوما بحال هكا. حنا درنا لكم بيضات بلديين بسلامة خيركم. هما هادو البيضات ديالنا. غادي نقبطوا رشيشه ديال المعدنوس يكون مقطع رقيق ونديروها من الفوق. هانتوما المتابعات بحال هكا. شوفوا كباب. هنا غادي نوريوكم بان كباب طايب وهابط هابط هابط هابط. هانتوما شوفوا اللحيمات، شوفوا تبارك الله، شتي كيدوب بوحدو. شتي غير بلا بوطه، بلا كوكوط، بلا هواي حزانون، بلا صفاره، بلا والو. النتيجه هي النهائيه هي هذه. وبحال اللي كتشوفوا هنا هكا كيتقدم. الا كان عندكم بزاف ديال افراد الاسره ديروا طاجين كبير وديروا 6 البيضات ولا 5 البيضات، ولا على حسب الافراد اللي بوحدو. بحالنا هكايا غير بوحديتي مثلا درت هذا القياس هذا، الله يجعل فيه البركه. واكيد غادي يبقى طاجين مغربي 100%. طاجين ديال كباب مغدور اللي كيعرف الجميع من عبق التاريخ، واللي كيعرفوا كل شيء. هذا من الاصول ديال الطبخ المغربي اللي هو هذا كباب مغدور ديالنا، اللي كنتمنى يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم.
وتخليو لي التعاليق ديالكم مره وجوج وثلاثه، وكثروا لي التعاليق، وما تنساوش لي لايك فضلا وليس امرا. وبحال اللي قلت لكم سابقا، اللي بغى شي وصفه ولا بغى شي حاجه سواء من المطبخ الحديث ولا من المطبخ القديم، ما عندنا حتى شي مشكل. حنا هنايا من اجل الارضاء ديالكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه اعزائي عزيزاتي، الى اللقاء.